السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا وحبايبنا، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. حلقة جديدة من قعدة كورة. لو جبنا أكبر منجم، لو جبنا أكبر خبير كروي، قلت له إن النهاردة 4 فبراير 2026 الجدول الدوري هيبقى سيراميكا، زمالك، بيراميدز، أهلي، مستحيل حد يقول الكلام ده. الدوري غريب، الدوري عجيب، الدوري مريب عشان تكمل مريب جدا كمان. زي ما انت قلت الدوري اهطل وعبيط وكله حاجات غريبة. الزمالك يعني عمل جولة غريبة، جولة مش طبيعية. حاجة من الحاجات الغريبة اللي بتحصل في التاريخ ان المنافسين يقعوا والزمالك ياخد خطوة للأمام. عندنا حلقة نارية فيها أكبر 2 يعني فيهم تشاحن وخناقات واكشن كبير قوي. الكابتن احمد علاء رقباوي، بمسي عليك. عامل ايه؟ والله يعني الحمد لله تمام. كله بخير؟ انت كويس؟ انا الحمد لله يا رب دايما. الكابتن مسلم، حبيبي يا اخبارك يا لومه؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كل مره بقول لك الحمد لله على انا السلامه. مش عارف ليه بس ماشي. جمهورك. وبعدين انتوا شاحنيننا والراجل ده وحاطيننا بدون كده. لا بقى دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه. هو اصلا ما احتاجش قبل كده. انت حبيبي. بس خلاص. طيب احنا الاجنده بتاعتنا اجنده دوليه. اجنده دوليه كانت هتبدا بالاهلي، ولكن الزمالك جاب 5 اجوال، فهنضطر نعدل الدفه اتمنى ونبدا بالزمالك. اتمنى. ممكن ابدا بالكابتن مسلم عشان شرف راجل ليا. زملكاوي. شرف ليا. طيب الكابتن مسلم، قول لي. الزمالك بدون صفقات، بكثير من الايقافات، بدون فلوس، حاول تمشي على الوزن بقى. بغرامات، بلعيبه فسخ التعاقد، تعاقدات، بلعيبه ما بتاخدش مرتب في الوقت المناسب، مفيش مستحقات، ماشيها. مدرب لسه جاي متغير، اداره مهلهله، مش موجوده جمهور عظيم. طبعا. الزمالك في المركز الثاني. الناس كلها مستغربه. يعني انا بصراحه كل ما بتكلم مع الناس الناس تقول لك في يعني احنا بنعمل ايه؟ فقول لي كده الكلام على ايه؟ مش عايزين نقول كلام مكرر، بس هو فعلا الزمالك بيعمل حاجه عكس المنطق تماما. ركبه دلوقتي كان حاسس ان هو بيتريق، عمال يجيب كلام بقى ويختمه بقافيه. اسمعني بس، انت مالك وشك؟ انت قلت لي انك انتوا شحنين. انا هاجي معاك دلوقتي. الطبيعي عليه وهو اسمعني بيتكلم. بس، انت فهمتني غلط. دي فرصه. الطبيعي فعلا ان احنا نتريق. هو فهمني غلط، ما مستنيش اتكلم. احنا الطبيعي فعلا نكون قاعدين دلوقتي بنتريق على الزمالك. على فكره بتكلم بجد، يعني فرقه ايقاف كده، صفقات، بيع لعيبه المفروض ان هي اساسيه، فلوس مفيش، مدرب مفيش، مع احترامي الكابتن معتمد يعني. فالطبيعي بنتكلم دلوقتي ان الزمالك يكون سادس 7 دوري، ونقول ربنا يسهل السنه الجايه نفك بقى كذا ونعمل كذا ونقعد نخطط للسنه الجايه. لكن انت في عز كل الازمات دي انت قلت حاجه كويسه، ان جمهور نادي الزمالك العظيم، ودي مش حاجه كلام انشا، بس هو فعلا جمهور نادي الزمالك هو السبب بنسبه اكتر من 90% ان الزمالك يكون موجود في المكان ده. لان اي نادي طبيعي في العالم مهما كان اسمه مهما كان تاريخه، طبيعي عمره ما يكون، حتى لو في دوري غير الدوري الغطام بتاعنا ده طبيعي هتلاقيه في ترتيب تاني غير الترتيب ده. نخش فنان شويه. الزمالك يمكن كسب بتروجيت وكهرباء اسماعيليه في الدوري، وماتش مصري في الكونفدراليه. احنا على بعد خطوه من الزمالك يصعد من اول مجموعه في البطوله الافريقيه، واحنا دلوقتي مركز ثاني في الدوري، متساويين في النقط مع بيراميدز فرق اهداف، ومتفوقين على الاهلي النقطه بعد كم الصفقات وكم التعاقدات اللي فيها. فالزمالك والله ما لاقي كلام اقوله، فعلا ان احنا عكس المنطق. لو هنتكلم فنيا فمعتمد جمال كارقام عامل اللي هو الطبيعي، او اللي هو مش المفروض تطلب منه اكتر من كده. الراجل موجود في الدوري، موجود في الكاس، وتقريبا شبه هتصعد اول في مجموعتك في افريقيا. اداره مش موجوده، مدير رياضي مش موجود، بيعملوا عكس، هو بيعملوا كل حاجه تخليك تقع. سبحان الله النادي برضو مش ما وقعش. ماشي، يعني خلينا ناخد من كلامك وهنا نرجع لكابتن رقباوي. هسألك سؤال بقى، بس انا عايزك يعني كما عهدناك الحياديه والتعصب في نفس الوقت. فوق راسي. الحياديه والتعصب. طيب هل دايما الصفقات هل دايما الصفقات هي الحاجه اللي تديك النجاح؟ يعني انا بقيت حاسس ان الجمهور عايز صفقات وخلاص.
حتى لو صفقات مش مهمه. انا عايز اجي في حته الزمالك، ان الزمالك ما عملش اي صفقات خالص، بالعكس ده مشى لعيبه المفروض ان هي مهمه في الفريق، كابتن دونجا وكابتن ناصر ماهر، ورجله في الملعب. يعني ما حصلش اي دروب في الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا، ودخل في التنافس يعني. فانت شايف الموضوع ده ازاي يعني؟ والله في العادي الصفقات مش بهذه الاهميه. يعني انت عندك في اسباب كتير قوي تجيب مكسب او خساره قبل الصفقات، منها الاداره ومنها الجهاز الفني ومنها الجهاز الطبي ومنها الناشئين ومنها الاعداد النفسي، في حاجات كتير قوي. طب يعني هنتكلم بمنطق، هو المفروض ده العادي، ولكن الصفقات هي اسهل واسرع حاجه بالنسبه للناس. هي الحاجه اللي هي بتشوف المركز ده وحش، فاسرع حاجه ممكن اعملها ايه؟ اجيب اللعيب الفلاني بسرعه هو اللي يلحقني. مش كجمهور ما عندوش الفكره، وده منطقي، ان هو لسه هيستنى على صفقه معينه تطلع تثبت نفسها. انا كجمهور ده مش دوري. انا كجمهور دوري ان انا بشجع الفرقه بتعمل عليها، بتلعب، بتكسب او بتخسر، انا بشجعها. لكن مش دوري ان انا اركز مع بقيه العوامل بتاعت النجاح. لكن اسهل عامل بالنسبه للجمهور وقدامه وشايفه هو الصفقه. بلس ان ليها تاثير تاني، اللي هو الصفقه بتيجي فيها عامل نفسي وعامل نفسي للنادي، لما يروح يعلم على نادي تاني مثلا بتمشي بالشكل ده، فبتدي بعد نفسي كمان. ولكن هل الصفقات هي سبب النجاح او الخساره الاول؟ لا طبعا. اتفق معاك الصراحه. لا طبعا، بس احنا خلاص دخلنا في الحته دي. خلي بالك الكوره بقت تعرف بيزنس قوي يعني، فالموضوع ده داخل في الحته دي، ده بيزنس. معاك. انا بصراحه يعني عايز اقول حاجه في الحته دي، هو ده الزمالك اللي انا عايزه. خلي بالك انا برضو يعني مش هزيد، لان احنا لسه فاضل حوالي 12 ماتش في الدوري، والمنظر اللي عليه شكل الجدول ده مش هو اللي هنختم بيه. خلينا نتكلم بكل صراحه يعني. و... واحنا كزملكاويه عارفين كويس قوي ان الزمالك اكيد هيحصل دروب. اتمنى اكيد ان احنا نكمل، بس يعني الطبيعي اللي هيحصل ايه؟ ان اكيد هيحصل دروب، لان المنطق بيقول انك انت ظروفك وحشه قوي عن باقي الموجودين. بس ده الزمالك اللي انا عايزه، اللي هو ايه؟ اللي هو فرقه مش معموله بفلوس كتير، مدرب شغال بقلبه، لعيبه بتسترجل في الملعب. انا مش عايز كده بس. هو انا ما اعتقدش ان في حاجه فارقه معاك الفتره دي اكتر من اللي انت قلت. مدرب بيلعب، بيطلع كل اللي عنده. اللعيبه معظمها اصلا طالعين من الزمالك، فهتلاقيهم بيلعبوا بقلبهم، مع ميكس ان في لعيبه فريق اول، فالميكس ده عامل بالانس شويه مع الجمهور. بس عايز اقول حاجه بمنتهى الصراحه يعني، انا مش زي ما انت قلت، مش عايز ازيد يعني، أكيد. مش عايز اكبر الموضوع، ولا الزمالك عمل حاجه غريبه. يعني الزمالك عمل حاجه غريبه في ظل المشاكل دي طبعا، ولكن احنا لسه بادئ قوي على الدوري. الزمالك هيقع، الاهلي هيقع، بيراميدز هيقع، يعني لسه الشكل ما بانش في الاخر. ده رقم واحد. رقم اتنين، مع كامل احترامي يعني، هو لو انتوا بتعتبروا مكسب ماتش كهرباء اسماعيليه ده يعني ماتش النهارده، انت شفت الماتش؟ شفته؟ مفيش. انا قلت لك الدوري ايه؟ اهطل ماتش، اهطل، والاجوان كلها هطله، الاجوان كلها زي بعض، بنشوط بدربكه هوب الفرقتين. هو جول ما عدا كهرباء جول عمر اسماعيليه السعيد. على قده خالص. الدنيا بايظه، 1 2 بيضربوا الفرقه بطاطس خالص. بس عايز اقول لك يا ماتشات كهرباء في الدوري كلها كده، بيجيبوا كتير قوي بيستقبلوا كتير قوي. في ماتش الاهلي برضه اعتقد الاهلي كسب 4-2. رضا شحاته اللي ماسكه، هو دي سياسته يعني. هو احمد عبد الرؤوف، والله بتكلم بجد. بص انا هاخد بس من حاجه، في حاجه بس هم بيفتحوا الملعب وبيحبوا يلعبوا حلو. انا خدت بالي في ماتش الاهلي برضه بلعوا 4 وجابوا 2. ماتش بيراميدز برضه اعتقد 3-2. فهم كل معظم ماتشاتهم شكلهم كده يعني، بيحطوا كتير ويستقبلوا كتير قوي. كهرباء اسماعيليه هيهبط السنه دي. خلينا بس نتكلم برضو بكل. هو المركز قبل الاخير. هو الأخير. عارف قبل بعديه مين؟ في اسماعيلي واتحاد، فعشان هو كده الثالث من تحت صح؟ هو تقريبا او لا، هو الثاني اسماعيلي، كهرباء اسماعيليه، الاتحاد الاتحاد خلاص. والاتحاد. بس في سنه من السنين كان في فريق اسمه اف سي مصر موجود في الدوري، كسب الزمالك، والماتش الثاني مرتضى الله يكرمه انسحب وما راحش الماتش. فانت في دوري ما، في زمن ما، كان في فريق اسمه اف سي مصر اخذ من الزمالك 6 نقط. فكهرباء اسماعيليه طبعا ضايع، بس دي ماتشات اللي الزمالك بيحب يضيع بتشبه يعني؟ بالظبط يعني. انت لا هو انا بالعكس، المكسب 3 نقط في الاخر. هو بيتكلم بس انا في حاجة قصدي تانية، ان أنا فاهم. الماتش وحش والاجوان وحشه والدنيا مفتوحه والدفاع سيء وحارس المرمى بتاع كهرباء الاسماعيليه هو على قده قوي الصراحه. هو بعيد عن ماتش الزمالك نفسه او اللي انت بتحكيه، هو الدوري كله اصلا الدنيا، وانا كده بقول لك الدوري كله كده، فالدنيا بايظه خالص يعني. عايزين شويه وبالتالي الناحيه الثانيه لعيبه بملايين ونفس المستوى المزري هو ونفس النتائج يعني. ده اكيد. طب عايز اسال سؤال اخير بس في موضوع الزمالك. الناس كانت بتهاجم الصفقات اللي احنا عملناها في اول السنه جامد، سواء ادم كايد، سواء عدي،
أنت واحد منهم. وانا طبعا واحد منهم. جروب الزمالك يشهد على عوديه. ايوه طبعا. مش معانا بس بس حاجه ثانيه هو بيقولها فاهمها. هنا يعني. لا ده حقيقي، ده فعلا ده حقيقي. بس انا حاسس ان وصلنا لمرحله ما انك انت مكمل بيهم. يعني انا في كده ايه حاجه، يعني اجماع كده من خلاص هو ده كل الموجود. ان هم دول اللي موجودين. هم بداوا يقتنعوا ان احنا خلاص هو مفيش انت حاجه مش ثانيه. انت اصلا مش في حته مقارنه، زي ما انت قلت مفيش غيره. بالظبط. بس اللي انا قصدي انا حاسس ان هم ابتدوا يعني يطلع منهم شويه قماش. يعني عدي، وانا هسيبك تتكلم يعني، بس انا شايف ان عدي فارق الماتشين اللي فاتوا، حتى لو هو مش بيعمل التوب ليفل بس رجله بقت على الجون، يعني بقى بيجيب اجوان. ادم كان ابتدى يشم كوره شويه. تحس ان الصفقات ابتدى احمد ربيع شريف. سوري احمد شريف، فتحس ان الصفقات ابتدت تشتغل شويه. ولا انت شفت بدات القصة تاخد دي منها. إزاي؟ هاخد من كلامك. في اسباب كتير قوي تخلي اللي كان اول الدوري او اللعيبه الجديده اللي جت دي ما تعملش اللي بتعمله دلوقتي على كلامك. منها اسباب كتير جدا. اولا اللي كان بيتمرنوا معاه ده حاجه كانت مالطه خالص، مش عايزين نرجع له تاني. يانيك طبعا اللي ده يعني هو لا مدرب كان مدرب ولا الزمالك. ممرن مدرب الزمالك ولا كتير يفقه قوي. حاجه في الكوره، وكان حاله صعبه جدا. ويمكن احنا حرقنا كتير قوي ان كل دقيقه الراجل ده قاعد في النادي يا كارثه. وعايز اقول لك على حاجه، هرجع تاني ويمكن رقاباوي انا فاكر الحلقه دي كويس تريق. لو الراجل ده ما كانش موجود انا بكاد بقول لك برضو بحاله الزمالك دي، الزمالك كان زمانه فارق لا يقل عن 8 10 نقط عن اي منافس في الدوري. صح. مش عايزين نرجع لها تاني. مسلم بعد اذنك. اسمعني. معلش ايوه يا- صح. سيبني اتكلم. يا كابتن مسلم قول. هديك حق يا باشا، احنا المركب واحده. ايوه قول أيوة. بس مش عايزين برضو نفتح فتح. مش هفتح ومش بقول لك ان الزمالك عمل كلام حاجه. منطقي. الراجل ده ما كانش موجود كان الزمالك اخر الدوري، ما فيهاش حاجه، ما لا فيهاش انا ما بقولش يا خد عم الدوري. جوزيلا ما كانش عايز موجود، كان تروح الزمالك، روح انت. سيبنا ماشي. اكمل كلامي طيب بس. اتفضل. الراجل اللي انا بقوله سور ان نادي الراجل الترسانة ده لو ما كانش موجود كان الزمالك الراجل ده دوري افريقيا. جبت لنا خلى كلام. الزمالك خسر عدد نقط كتير جدا في ماتشات انت ذكرت ان هي ناس صاعده زي المقاولين وزي وادي دجله وزي ده اللي انا اقصده. ماشي. مش بقصد حته التحفيل. على فكره الزمالك لحد دلوقتي ما عملش حاجه أكيد. وحتى لو فنشنا كده المركز الثاني يكاد يكون بالنسبه لنا انجاز وفقا للظروف، بس هو برضه الزمالك ما عملش حاجه. احنا اللي يهمنا بطوله. نرجع لقصه الصفقات. عدي في اسباب كتير قوي كانت خليها منظر وحش، بس انا قلت لو تفتكر من اول السيزون كنا بنتكلم في جروب الزمالك على الواتساب قلت لك لا ده عنده باين ان هو مهاجم. وبانت اكتر لما جه معتمد جمال وظفه حته المهاجم متاخر. عدي الدباغ من نوع المهاجمين اللي بيحب يجي وش على الجول تاخد منه كده، وده اتضح في الماتشات الاخيره. ماشي. حته ان هو سترايكر صريح مش تحس ان مش بتاعته قوي، هو بيحب يجي وشه للجول يستلم حته الوينج. ده بالنسبه لعدي. ما كانش بيعمل كده ليه؟ في اسباب كتير جدا، منها التاقلم، منها حالته البدنيه. لو خدت بالك ان عدي دلوقتي تحس ان جسمه ده خس شويه حقيقي. فالدنيا فرقت معاه بسبب كده. ده حقيقي. ده واحد من ضمن الصفقات اللي انت تقصدها. ادم كايد طبعا هو مش بقول لك ان هو دلوقتي بيعمل الشيء الخارق، ولكن الراجل بيلعب في مركزه فطبيعي يديك كوره يديك حاجه تتفرج عليها. ما كانش بيعمل كده ليه؟ ان الراجل كان بيتوظف جناح وهو مش مكانه. ماشي. كلام سليم كلام سليم. طيب عايزين نخش على الاهلي بقى. خش يا باشا. لغز كبير. ماتش يانج افريكانز في دور المجموعات، تعادل. الاهلي كان خسران وتعادل. ماتش البنك الاهلي كان خسران في الدقيقه 10، قعد لحد الدقيقه 80 لحد لما تعادل. تحس مره واحده الدنيا مع ازمه امام، مع مستوى مش كويس من بعض اللعيبه النجوم في الفريق، مع دخول صفقات جديده الناس مش موافقه عليها. هنتكلم في كل ده بس انا بدي كده يعني بسرد الموقف. انت شايف المشهد عامل ازاي؟ حابب تقسمه؟ عايز مثلا تبدا تتكلم عن قصه؟ خلينا ناخد الصوره الكبيره بعد كده نبتدي ماشي نفصص. اوكي. الصوره الكبيره ان الاهلي ما فيهوش مشاكل عاصفه، في حاجات بتحصل ولكن ما فيش مشاكل عاصفه، الدنيا مستقره ولكن في مشاكل صغيره ملمومه محلوله ولكنها موجوده. هل احنا بنحاول نحلها؟ حتى الان انا مش شايف كده. هل هيبقى ليها تاثير؟ طبعا. يعني احنا قايلين ان المكسب مش بصفقات بس، زي ما كنا بنتكلم في مليون عامل تاني، فالعوامل دي كلها لازم تبقى بتتحد مع بعض عشان خاطر تعرف تعمل كويس. فالاهلي حاليا مستقر، مدير فني فاهم لعيبته، ولا هو عمل اختبار صعب رهيب ولا هو وحش، لا الدنيا لسه مستقر. ولكن انا ما بحبش اكبر المواضيع، هادي موضوع حقه خلاص. امام عاشور او غير امام عاشور الموضوع لا يعنيني. لعيب كان المفروض يسافر ما سافرش عقوبه،
الكلام ده هو جاي من الزمالك، جاي من بني سويف، جاي من الابراهيميه، جاي من الحمديه، مش فارق معاه خلاص، سواء هو امام او غيره. اصل هو عايز ياخد فلوس اكتر، اصل هو عايز يروح صفقه، مش فارق معايا. ده موضوع انا شايف ان هو اصلا فكره ان احنا عندنا يومين الناس كلها بتتكلم عن الموضوع ده، ده غلط. هو او غيره، واهلي او زمالك، مفيش لعيب يستاهل منك الدوشه دي، مفيش لعيب اصلا يستاهل كل الكلام ده ده اللي انا نفسي اقوله. بجد. انا من خلاص انا بقالي 20 سنه ناسي بقى فكره الانتماء واللي طلع هو ده النادي كل ده بسيط. حوار امام يحصل فيه ايه؟ ما حصلش حاجه، الراجل جه ما سافرش، عقوبه خلاص، شكرا عملنا عقوبه، السلام عليكم وعليكم السلام. انت تقصد الدوشه الاعلاميه حوالين يومين القصه بقى يعني؟ نتكلم عن الموضوع وكل واحد يقول رؤيتي لموقف امام عاشور. يا عم امام عاشور انت بتلعب حلو فوق راسنا، عملت موقف حلو للنادي فوق راسنا، عملت حاجه وحشه مع السلامه عادي، زيه زي اي لعيب جدع. في كل اللعيبه. جدع، انا وصلت المرحله دي اللي هو خلاص في مشكله حل، اديله عقاب، القصه تتقفل، مش بغض النظر عن مشكله امام نفسها، اي مشكله عامه، حتى في حاله الزمالك احنا قاعدين انا بتعامل كده. نجوميه وهميه، اللعيبه بقت شايفه ان هي حاجه كبيره قوي، ومع كامل احترامي جدع. في الاخر دي كوره، في 90 حاجه. يعني انا ممكن اقول له ده عكس محتوى البرنامج، بس هو دي كوره، يعني في 90 حد اهم منك، وانت لو مهم معلش انزل الملعب وشوف جمهور هو يعرفك انت حجمك فين بالظبط، سواء فوق او تحت، بس فين بالظبط، مش بالسوشيال ميديا جدع. فالموضوع هلكان ومش فعلا ما يستاهلش احنا نتكلم فيه كتير. الصفقات احنا اتكلمنا في الموضوع ده الحلقه اللي فاتت. اداره الاهلي في الصفقات الفتره اللي فاتت كلها سيئه، مش صفقه بعينها، عرضنا الفكره في الصفقات، الدنيا سريعه من غير دراسه بقى لنا فتره، وفيها نوع من التسكيت، مش نوع من الاستراتيجي الواضحه لفتره ان انا عارف ان انا محتاج كذا، فكده كده مش عاجباني. انا بس معلش يا اخويا، انا مش عايز اقطعك، بس انا محتاج بس اقف هنا، لان انا مستغرب جدا الصفقات اللي جت الشتويه دي للاهلي. يعني انا عم ببص على اللعيبه، انا مش شايف واحد هيعمل اي افاده في الاربع شهور الجايين. خلي بالك هو احنا فاضل شهر 2 3 4 5 الاربع شهور دول، والسته كاس عالم، كل سنه وانت طيب. مش شرط الصفقه تبقى اساسيه. لا مسلم، كابتن مسلم، انت راجل دولي، انت راجل دولي. اللي انا فاهمه رقم، انت ممكن تاكد ان معظم صفقات الاهلي في الشتاء هي 90% منها احتياط. ما هو مفيش حاجه اسمها كده في تدعيم الدنيا الدكة يا كابتن مسلم. البلدي بتاعتنا. كابتن مسلم انت راجل دولي، يردوا بعد كده. ماشي انت راجل دولي. صفقه في الشتاء افتح يا باشا اي دوري في اوروبا، افتح كتاب الدوري، افتح كتاب الدوري الاوروبي. صفقه جت النهارده بكره في الماتش. ماشي انا فاهمك، مش معترض طبعا، لا، انا ألف بتكلم ب. صح. من ناحيه كده فهم لعب باشا بكره اساسي. ما هو لعب اساسي، مين؟ معظمهم يعني نزلوا اساسي او نزلوا في الماتش. لا هو معلش ثانيه واحده، هو دي اسرع مره لعيب يجي ويلعب. ماشي، بس انا قصدي بس هل هو اضافه؟ مفيش، انا مش شايف. هل هو الشرط اضافه؟ يعني بقول لك مفيش استراتيجي. يعني انا شرط ممكن لا، يكون انت مسلم، تدعيم انت الدكة. داخل في 5 صفقات يا مسلم. هو في حد اصلا اللي يعمل جاب 5 اللي هو صفقات؟ المهاجم خلينا ناخد اكزامبل بسيط عشان خلاص احنا جبنا احمد عيد. ماشي. احمد عيد جبناه عشان يبقى البديل بتاع هاني، لانه هو مش احسن من هاني. ماشي. واحمد عيد ولا ومحمد أنا عبد أحسن. الواحد مش فارقين عن بعض، ولا انا احسن منه. يعني كلها في الاخر واحد. يعني عملنا لفه كل ده عشان نجيب مين؟ مروان عثمان. ما تقدرش تجيب مروان عثمان، رحت ماشي مين؟ جراديشار، اللي انت اصلا كنت جايبه وهو مين؟ شريف، عشان يسدوا ايه؟ وسام ابو علي. طب ما انت من الاول تعمل تخطيط، مين لما وسام يمشي اجيب مين؟ اجيب مهاجم تقيل فرده يقعد معايا ويفضل قاعد معايا. كل ده ما بيحصلش. هو شايف لسه موجود؟ موجود بس عامه احنا اتكلمنا في الموضوع ده المره اللي فاتت. انا متفائل بان وجود سيد الحفيظ، وجود ياسين منصور، هيبان الافكت بتاعه في اداره الكوره على مدى طويل من اول الفتره الجايه. يعني من اول الصيف، بعد الصيف الجاي لو لقيت النفس اللي بيحصل في اداره الكوره كده، هتبقى حاجه غريبه جدا، و100% هتاثر على الفريق. خلاص يعني انت حتى الان عارف تمسك نفسك. تاثيرات زي ماتش بنك الاهلي، هو انت مقفول عليك الماتش كله، مش عارف تجيب جول من بعد دقيقه 10. بس بعد كده الموضوع ممكن يبقى اكبر من كده. والاهلي، مش قصدي ان انا اقارن بالزمالك، بس الاهلي مش ما بيبقاش حمل ان هو يكسب بطوله، يعني بطوله بتبقى كارثه بالنسبه له. فلا يعني لازم نلحق نفسنا، مش لازم نستنى لحد ما الدنيا تبقى سودة خالص، وفي نفس الوقت مش لازم دلوقتي نقول الدنيا سودة. الدنيا مش سودة، الدنيا كويسه، بس في مشاكل نلحقها نعالجها. طيب شناوي وشوبير. اقول لك على حاجه، قول. سالتني قبل كده قلت لي مين يلعب؟ قلت لك ايه؟ قلت لك شوبير. ما قلت لي فيهاش. شوبير. الراجل عمل حاجه لو هو قصدها فانا عجباني قوي، ما فكرتش فيها. هو بيلعب ده ماتش بيركبهم على بعض بس هل دي فكره كويسه؟ لفتره، يعني لو هو عملها كده فتره، فكل واحد جاب التوب فورم بتاعته، وبعد كده هو مسك، هيعرف عارف ان في واحد تاني ممكن يركب في.
حد بيعمل كده في العالم؟ غريب مفيش نادي في العالم بيعمل كده. غريب. انا من الاول بقول لك انا عايز شوبير يلعب، انا ما عنديش مشكله شوبير يركب ويلعب، لا. ولكن اللي هو عامله ده ما عنديش مشكله فيه لو هيبقى بالنتيجه دي إزاي ما اللي عنديش هي مشكلة؟ شهر كل لعيب جاب التوب فورم خلاص. شناوي انت فعلا باين جدا ان انت وحش، مع السلامه. او شناوي والله انت كده، طب خلاص العب، بس لو غلط في وحش هينزل من على الدكه. هي وجهة نظرك يعني. ده وجهه نظر فلسفيه، مش وجهه نظرك انت، فنية خالص. مش نادي في العالم بيعمل كده. هو الحارس طول عمره رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه. كده رقم اثنين ما يركبش على رقم واحد. اول قايل ان خلاص يعني سنه الحياه خلصت مع نادي. ما فيش حاجه اسمها ماتش لعب شوبير. يا عم انا لو بايدي العب شوبير. مش اقصد انت انت كنادي شفت ان الشناوي خلاص غلطاته بقت كتيره، ما بقاش هو الراجل الاول يعتمد عليه، دخل شوبير. لكن مفيش حاجه اسمها ماتش. خلاص هو شوبير ابتدى يخش. هتحرق الاثنين مش هتاخد حاجه. شوبير ابتدى يخش. هو شوبير هو اللي مسك ماتشين الشناوي افريقيا. مش لسه هو اللي كان بيلعب. كان بيلعب الماتش الاخير. ماتشين افريقيا شوبير، ماتشين ماشي الدوري. انا متابع القصه دي، فاهمك قصدك. هو بيعمل اللي انت بتقول عليه، ان هو ماتش كده وماتش كده وماتشين كده، مش هتحرق الاثنين. خلي بالك برضه قصه كاس العالم، وان الشناوي اكيد بيضغط من ناحيته ان هو لا حضرتك عادي، اي حارس في الاهلي بيروح حتى ما بيلعبش، ما تشغلش بالك بالحته دي. لا بس خلي بالك من حاجه، لا ما إيه؟ انا مش مختلف معاك، بس هو عايز يبقى هو الاساسي، لان هو الشناوي لو ما بقاش الاساسي في الاهلي انت مع الشناوي؟ مش هيبقى هو الاساسي بتاع المنتخب. اعتقد كابتن حسام اصلا لا لمح لحاجه ان هو مش هياخد شناوي او السن او حاجه لا كده. ما اعتقدش. مش عارف، بس انا عارف ان ما تحتاج على لسانه بس. حارس مرمى من الزمالك كان ماسك المنتخب، كان هو الواقف اساسي المنتخب، كان عبد السيد. نعم واحد حضرتك. عبد الواحد كان الاساسي فتره. كان فتره لحد فترة؟ الاصابه، لحد ما الحضر ركب في عارف 2006. يعني فتره لا ما اعتقدش. كان عبد السيد مفيش ساعتها خلاص ده بقى. ايام الجوهري. ده اخر واحد هو من بدايه من الالفيه رجع، او نادر برضه كان موجود شويه قبل واحد والحضر. خلاص فانت معاك حق، هو لازم يعمل الاهلي فعلا عشان الاهلي يطمن اكتر. انا معلش يعني لا ما عنديش مشكله على فكره في الحارس الاساسي عشان انت عايز تدق فيه. هل انا ما عنديش حضرتك مشكله في الحارس الاساسي، مش شايف؟ انا عندي مشكله بشوبير. هل حضرتك الراجل مش ما لعبش شايف؟ ما لعبش 90 دقيقه على بعض وبيروح منتخب. هل انت كمعد يا عم الحلقه خلينا ساكتين بقى. مش انت عديت الحلقه دي؟ يعني عديتها عديتها. ما حطيتش ليه الموضوع بتاع عواد صبحي في التوبكس خالص؟ حضرتك بعت لنا النهارده على الواتساب جروب هنتكلم في كذا كذا كذا، صح؟ ما قلتش خالص عواد صبحي، فاحنا قاعدين بنتكلم في موضوع حراسه المرمى. الحلقه خلصت يقول لك بس لازم الراجل الاهلي بتاع الموضوع. يقول لك لازم الاهلي، وحضرتك اصلا ما بتتكلمش عواد صبحي، حضرتك مش حاطه معانا في الخطه بتاعت البرنامج، فانا عايز افهم. ممكن يكون بدا بشوبير الشناوي وجاي. انا هقول لك بس على حاجه، يعني انا شايف ان الموضوع يعني مش محتاجين نتكلم فيه. زي ما موضوع امام عاشور مش محتاجين نتكلم لا فيه. مش فاهم قصدي. لا ازاي؟ مش فاهم قصدي ليه. موضوع امام النهارده ما خدش حقه معانا، بس احنا عدينا لك يعني. ما هو مثلا لا عايز تديله حقه اديله، انا مش لا، هقول أنا أكتر من مش- كده. أنا عن نفسي اللعيب عايز- بالنسبه لي اي لعيب هو ده حجمه، ما عنديش اكتر من كده. فانت عايز احنا تتكلم ممكن ما أكتر، نتكلمش في اتكلم. المشكله يا ركباوي، احنا ممكن نتكلم هو عمل كده ليه؟ ده مين؟ كامام. بس- واكيد طب ممكن بس عمل حاجة قبل زي موضوع كده، امام، أنت بس في دماغك انت ماشي، انا بس عايز اقول حاجه. موضوع عواد وصبحي انا بالنسبه لي مش مهتم. ليه مش مهتم؟ لان انا بالنسبه لي الاثنين المفروض يمشوا بره اصلا. انا عندي مشكله ثانيه. فانا مش فارق معايا هي- انا مش فارق معايا مين يتضايق، الاثنين المفروض يريحوا هيروحوا ويشوفوا اي حد ثاني يلعب. ما انا دي مشكلتي بقى، انا عايز اشوف المهدي سليمان في الملعب. على فكره روحه حلوه جدا. والله العظيم بكلم بجد. كل أنا عايز جول أشوف الزمالك الملعب. بيجيبه واقف على الخط وبيعمل. انا عايز اشوفه بيلعب بجد. الراجل ده كان انا كويس. شفته بيلعب. شفته فين؟ هو لعب في الزمالك يعني، شفته خدت تظهرش بالك إمتى؟ في الرابطه اعتقد. ما مش فاكر الماتش تحكمش بالرابطه. ايه. ما يا ريتني محفوظ يعني. خليل الصبح عواد بالله عليك. مش انت عايز تقفل حته الصبح عواد؟ انا ما عنديش حاجه. واحد ملط والتاني املط منه. انا كنت ما رضيتش اقول كده يعني عشان هم بيتفرجوا علينا برضه. انا بتفرج النهارده على الزمالك اقسم بالله العظيم يعني مش هينفع اقول، لا، مش عارف صوت اقول كويس، كده صوت عادي ولا ما اقولش. انا ما اعرفش انت عايز لا، تقول ايه. محمد سعود عايز علقه والله بكلم بجد، ده مش وحش طبيعي. قوي وحش قوي بصراحه. من اول ساعه ماتش كايزر تشيفز برضه الدقيقه 95 الماتش هو من خلاص زمان خلصان هو من زمان والدنيا يا باشا. ده ليه له كل الحجج والاعذار وانا مش فاهم ليه. اصل عواد قصير، اصل ما فيش جول في الزمالك هو عواد معتمد وحش عليه، برضه يعني هو- اصل مش عارف هو شباب فلازم نعتمد عليه عشان هو المستقبل. كل الحجج اقسم بالله العظيم ولا اشتريت اي حاجه منها. ومقتنع طول العمر ان هو ملط، بس الواحد بالع الكلام بحجه ان مفيش جول تاني، حجه ان ما يحصلش مشكله بينه وبين عواد، برضه مفيش فايده. والتاني برضه يعني عشان ما يفتكرش ان هو ملاك. التاني مجرد ما بيقعد ماتش حق الله اللي يحسب لصبحي ان هو لما بيقعد احتياطي ما بيتكلمش. انما التاني لو قعدته دقيقه واحده يا مسلم نفس المشكله في عواد من ايام الاسماعيلي وهو بيعمل مشاكل لما بيروحش يعني المنتخب أو ما ايه يعني بيلعبش. ايه يعني ايه تقعد يعني ايه مثلا انت دلوقتي لعبت واحنا مقتنعين ان انت الاحق، فصبحي رجع من المنتخب راحوا مركنينك وصبحي لعب. انت يعني انا مش شايف اي مبرر ان انت تروح بقى تكلم صحفيين وتطلع تعمل بقى لقاءات وتقعد تخبط يمين وشمال وعايز امشي ايه في ايه يا عم. لا بس هو الراجل شايف ان حقه يلعب كمستوى، هو قدم مستويات احسن من صبحي. يا عم احنا ادرى الاثنين امر من بعض مش فارقه صدق. طيب عندي موضوع عايز اقفله. قبل السيزون ما يبدا او سوري في الانتقالات الصيفيه الاهلي جاب محمد شريف واحمد عبد القادر.
رجعهم، رجع رجع شريف، محمد شريف واحمد عبد القادر. وكان يقال في الاعلام ان الزمالك داخل في الاثنين. داخل في الاثنين. فالاهلي كان ساعتها وسام موجود صح؟ لا. كان وسام ماشي، لسه ماشي، وكان في جراديشار. اوكي سوري. شريف دخل فين لما وسام ماشي. فالاهلي رجع شريف ورجع عبد القادر في اللحظات الاخيره، انا فاكر الكلام ده. كان قصه دايره كده وكان قاصد ان هم يرجعوا عشان ما يروحوش الزمالك. دلوقتي عبد القادر مشي وشريف بره الصوره تماما. يعني انت هتاخد بالك شريف كده اعتقد بقى المهاجم رقم 4. ده بعد مين؟ ما في مروان عثمان جه، وفي راجل اجنبي اللي هو كاموتشو ده. كاموتشو؟ ولا اسمه والله ما اعرف. في ناس بتقولوا كاموش وفي انا ناس بتقول شفت حاجه واحده بس يعني كاموش ده. وفي واحد ثالث انا سمعت انه جاي في السكه، ما اعرفش ده فاهم غلط هو ولا لسه لا. الانتقالات شغال لحد 8 بس بيراميدز بيعلي عليه. يعني في واحد ثالث جاي في السكه مش فاكر لا اسمه. لا هيجيب مهاجم تاني. انا يعني يا عم ربنا يزيدهم يا عم، بس تقريبا تحت السن، ربنا يزيدهم تفتكر ان الدنيا يا عم، ربنا يزيدهم. انا بس عايز اقول فلوس في الهوا يا صاحبي. خلينا نوصل للنقطه. خلينا شريف بقى الثالث او الرابع. وعبد القادر لما جه يطلع بيع او ما اعرفش مش عارف طلع يعني اعتقد مشاه، الاعاره بنيه الشروط حاطط بند ان لو هيطلع هيخرج من الفرقه اللي راحها وهيجي مصر. مفيش منه الكلام ده عشان ما تكملش. لا ثانيه مش واحده بس. قانوني طبعا، مستحيل. قال لك ان هو لو مثلا هندي ان الزمالك هيدفع مثلا $1,000,000، لو الاهلي هيدفع نفس $1,000,000 يبقى الاولويه للاهلي. ما طبعا بقى فيه ايه في القصه عشان مش ده مش اللي انا بند عايز اقوله قانوني. تمسك شديد. يعني خلينا نختصر الكلام. تمسك شديد ان اللاعب ما يمشيش من الاهلي يروح للزمالك. ليه بنعمل كده؟ يعني انا كنادي انا عمري ما هستفيد من عبد القادر. هو انت شايف كده ولا ده واقع ولا ايه؟ ما هو انا عايز اتكلم في دي. ليه كل التمسك الشديد باللعيب اللي انا مش هستفيد منه ومش بلعبه، بس بشرط ان هو مصلحته انه يروح مكان تاني؟ مين يرد؟ انا ولا مسلم؟ اتكلم انت بانها حاجه تخص الاهلي. طيب شكرا. اولا وجود، يعني خلينا نفصل المواضيع عن بعض ودي كل حاجه برضو حجمها. الاداره بتاعت الاهلي الفتره اللي فاتت ماشيه بنظام انا مش حابه ومش عاجبني خالص. هو احنا مش عايزين يتعمل علينا لقطه، ولو في حد يعمل لقطه هيبقى احنا، وده مش عاجبني. القصه دي مش عاجباني، والقصه دي بانت في حاجات كتير قوي وفي صفقات كتير قوي وفي تعاملات كتير قوي. كده مش عاجبني. يعني انا بالنسبه لي باشا عايز تروح الزمالك مع السلامه، باشا عايز تروح بيراميدز مع السلامه، مش فارق معايا. انا الاهلي، انا قيمتي في النادي بتاعي. انا بقول لك انا عايز تيجي تلعب معايا، هتيجي تلعب شرف ليا وليك. حد فينا مش عايز خلاص مع السلامه، مفيش اجبار يعني، خلاص اتفق معاك. لكن بقى هتقعد تخش تعلي عشان ده ما يجيش، وبيراميدز بيعمل كده مع الاهلي والاهلي بيعمل كده مع الزمالك واللي في ايده فلوس هو اللي يعمل كده، مع ان اللقطه تبقى حلوه وبهيص ومبسوط جدا ان زيزو جه والكلام ده كله. بس لو دي الطريقه في الاداره ده غلط، ده غلط. اتفق معاك. وانا اصلا مشكلتي ان اللعيب المفروض يبقى ذكي اكتر من كده. انا مكان عبد القادر هروح الاهلي وفي تريزيجيه وبن شرقي، نسبه ان انا العب مش جايب 20%. فهو حتى لو الاهلي بيضغط من ناحيه انا كلاعب او بدور على مصلحتي. انا عايز اسالك سؤال تاني بقى، يعني عشان هو الراجل كفى فوفى بصراحه. هو بيراميدز عشان ياخد الدوري هل في مجال ان هو يقعد يضيع نقط بالسهوله دي، خاصه ان هو بيلعب بعد يعني الاهلي ضيع نقطه نقطتين، فانا رايح العب المفروض ان انا دايس بنزين قوي اروح خسران اصلا؟ هل دي خسر من مين النهارده؟ من سموحه النهارده 2-1؟ هل ده اداء فرقه عايز تاخد بطوله؟ لو تفتكر كنا من كام حلقه كده من فتره، وكان بيراميدز فارق عن الاهلي 6 والزمالك 7، وقعدنا حتى نهق في الحته دي، وقلت لك ان الدوري لسه طويل، وقلت لك ان بيراميدز هتقع والزمالك والاهلي هيجيبوه. خش لنا جوه الكادر بس. وانا جوه الكادر دلوقتي. بيراميدز بص فرقه واخده افريقيا، واخده سوبر افريقيا، وكانت بتنافس على الدوري لاخر لقطه، لسبب ما خدتش الدوري. طبيعي طبيعي لبس. يعني ممكن تقول ان الفتره دي، مع اني مش شايف ان هي حاجه كبيره، هو خسر الماتش مثلا وتعادل ماتش، الاهلي تعادل ماتشين والزمالك خسر وتعادل، يعني طبيعي جدا اللي بيحصل في الدوري. فانا مش شايف ان هو عمل دروب يعني. لا ازاي مسلم؟ ده هو النهارده فرصه يفرق، هو كده بيسلم نفسه. يعني انت خلي بالك انت نفسيا بتقع. الفرقه مثلا كانت في مستوى عالي، خدت كل حاجه وبدات برضو عالي وماشيه كويس جدا، طبيعي ممكن يحصل دروب في النص. يعني مش شايف ان انت، يعني مش شايف حاجه كبيره، عادي جدا الماتش تعادل ماتش خساره. مش انا شايف ان هم يعني انا شايف ان هم ضيعوا فرصه كبيره. بس اتكلم ان 3-4 فرق اللي موجودين في الصوره كل البطولات بينافسوا عليها، هم خرجوا من كاس زيهم زي الاهلي، هي دي يمكن هي البطوله الوحيده اللي هم خسروها السنه دي، او ما لهمش فرصه انهم يكسبوا، لكن هم دوري موجودين، افريقيا موجودين، متصدرين هم ماشيين في افريقيا كويس. فمش شايف يعني حاجه المستدعيه ان احنا نعمل زوم عليها في سؤالك يعني. نورشلاند الدنماركي
وميتلاند الدنماركي. هل في اي صله بين الفرقتين؟ الاثنين في الدنمارك. ما فيش اي مثلا، يعني مثلا كوبري مع كوبري ففي دوران مثلا وبعد كده تقاطع بينزل على الجزيره مثلا. هل انت شك، هل في شك جواك في اي حاجه من هذا؟ يعني من دون انديه العالم ومن دون بلاد العالم النادي ده خلاص يعني باين. حد كان جاي له دوري اسباني يروح الدنمارك؟ لا هو اصلا انا عندي حاجه تانية. هو الراجل مودع بقاله فتره، فانت هتجيبه هترجعه تاني يعني مستواه ولا هو ايه؟ انا مش، الراجل بقاله فتره اصلا ضايع. واصلا من الاول هو ليه ما راحش الاهلي وبعناه بره؟ هي نفس القصه. طب وليه؟ ما هو دي بقى النقطه يا جماعه، ما اطلع من البيراميدز على الاهلي على طول، ليه الف بقى اللفه الكبيره دي؟ من دقيقتين كان بينتقد العشوائيه في الصفقات وتكون على فكره عايز اقول لك، هو دلوقتي فرحان. بس دي حاجه حلوه على فكره، ابراهيم عادل موهبه قويه جدا يا عم انا بتريق، اكيد نفسي اوصل للرفاهيه دي. هو انا قلبي فرحان، انا اللي بقوله عكس كده، بقول لك هو جايبه دلوقتي، هو مخلص اللعيب دلوقتي وحش، مستواه وحش. وليه نبيعه بره ما نجيبه الاهلي على طول؟ ايوه ده اللي بقوله، لو انت عايزه في وقتها وهو كويس بيراميدز، ايه الافلام بتاعت ان هو يسافر بره ومن بره لبره وكده؟ ليه كل ده يا عم؟ انا عايزك بيراميدز، عايز تبيع لا خلاص نخلص. طب ولا الاهلي عمل كده؟ ولا الاهلي ولا بيراميدز الاثنين يعني ما عملوش كده. بيراميدز ما عملش كده والاهلي ما عملش كده، واللي بقى فيه لاعب بتطبخ من ورا عشان خاطر يحصل كل اللي بيحصل ده مع لعيب. كل ده اصلا عدى من عمره قد ايه؟ ايه الهبل ده؟ انا بصراحه مستخسر الكارير باث اللي هو مشي فيه ده في الكوره، حاجه صعبه يا مراتي وبتاع يا راجل. خساره. بس هي الدنمارك يعني مش موجوده. افتح اي جدول لاي بطوله اوروبيه، اختار لي فرقه، قول لي 5 فرق دنماركيه. ميتلاند، نورشلاند. لا ميشلاند ده مفيش حاجه اسمها كده. انا بتريق عليه حضرتك. عارف انا اللي عاجبني فيه ايه؟ ان هو بيحاول يلاقي مبرر هو مفيش فرق اصلا دنماركيه. هو هيروح الدنمارك يعمل ايه؟ حاولت ولا خلاص هو قال لك كوبري. لا انا بحاول ادور على واشمعنى النادي بتاع محمد منصور لا بس معلش بقى، الفنان عادل امام التجربه الدنماركيه. طب عايز اقول لك حاجه بعيد عن التريقه، والله بتكلم بجد. الفرقتين دول لما مين دول؟ هم انا بتكلم بجد والله، لما قريت يعني حاولت اعرف كده يمكن يكون في سبب ان هو يروح هناك، لقيت ان الناديين، انا بتكلم بجد والله بجد، أيوة بيصدروا لعيبه كتير جدا لاياكس وفاينورد في هولندا وانديه وسط جدول في الدوري الانجليزي. الكلام ده زي برينتفورد. اسمعني بس والله بتكلم بجد يا ابني، الكلام ده مش على ابراهيم عادل. لا على فكره والله الكلام ده لعيب تاني. ممكن اسمعني، ممكن يبقى يكون في نسبه للكلام ده، لان في لعيبه كتير جدا راحت برينتفورد وراحت ويست هام، ومش يعني مش هقدر اذكر الانديه بتاع الدوري الانجليزي اللي طلعت لعيبه من الانديه دي بالذات، وراجع هتلاقيني بتكلم كلام منطقي جدا. فممكن يكون في نسبه ان ده يكون ان شاء الله هو الخطوه، عشان كده مش عشان 100%. كلام منطقي وصحيح. اشك بنسبه 100%. هل حسب لا انا بقول لك حاجه، انا يعني خدت بالي منها، مش بقول لك ان ده هيكون الواقع. حسب مدير اعمال. اتوقع في التوقف الدوري الجاي الدنيا كلها يا عم معسكر الصيف الجاي هتلاقي ابراهيم عادل في عايز اوجه رساله للجمهور او للعيبه بمعنى اصح. اوكي. لو محتاجين وكلاء لاعبين بنفس الشطاره بتاعت وكيل ابراهيم عادل ووكيل امام عاشور، فعندنا في العباسيه كام وكيل اعمال ممكن يبقى نكتب اساميهم او صورهم لو ينفع، ولا هم انتي الميديا. لا كابتن احمد عاطف بقى، كابتن مهاب العربي وكابتن مهاب العربي يعني لا يعني تحيه لكابتن مهاب العربي وكابتن احمد عاطف. الناس دي خرجت عتاوله طبعا في الدوريات، ولازم يعني في وكلاء لعيبه كتير قوي، مش لازم نروح للاسماء الكبيره اللي موجودين. حابب تقول حاجه يا كابتن مسلم؟ بس عايز اذكر حاجه بسرعه معلش. ماشي. الثلاث لعيبه بتوع الزمالك الصغيرين، محمد ابراهيم وخضري ويوسف وائل، اتفرجت عليهم النهارده، فحابب يوسف وائل صح ماشي، اصل انت خطفتها في يوسف وائل ماشي. انا اتفرجت عليهم النهارده. الثلاثه مبشرين. يوسف وائل عاجبني قوي في حته ان هو تمريرات اللي هي القطريه وبيلعب قدام جريء، عنده شخصيه. الظاهرين عندهم حاجه بتقول ان في حاجه جايه، محتاجين مدرب يصنفر ينظف يعلم، زي مثلا في فتره انتوا جايبينهم منين يا جماعه يصنفروا يعني؟ لا لعيبه رقمهم ممكن تغنيك. انت رحت جايب باك رايت مشطب مش عارف بكام مليون، ده مؤاخذه يعني صاحبي انا بتكلم عليك، بتتكلم عليا ليه؟ فاهمني؟ انا كنت بتقول لي صنفر لو الناس دي لقت حد يطورها ويحسن من جودتها، هتغنيك عن صفقات بملايين في دوري كله غطان وكل لعيبه شبه بعضها. اتفق معاك تماما، هي دي المرحله اللي بتطلع منها ناشئين والثلاثه مبشرين يا سحار، يا رب يكملوا على خير ان شاء الله. وبذلك تكون انتهت حلقتنا اليوم من عدد كوره. اشكرك. ما تنسوش يا جماعه بعد اذنكم سبسكرايب شير، ادعمونا، محتاجين صوتنا يوصل. لو انت بتحب هذا المحتوى محتاجين صوتنا يوصل ل 100,000 مشترك. السلام عليكم. مع السلامه.